وأقول لك يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد منعت من التعيين في قسم اللغة العربية، وأنا أول دفعة والأول على أقسام اللغة العربية في الجامعات المصرية كلها في عام تخرجي، في الوقت الذي عين فيه كل أوائل الدفعات قبلي وبعدي وممن كان دوني ولم ينح سواي. يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة ونشاط الدعوي كان موقوفا عند حدود مسجدي، وأنت تمرح وتسرح أنت وربعك في البلاد والفضائيات؟ يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد منعت من المحاضرة في المركز العام لأنصار السنة بعابدين منعا أمنيا بعد أن أعلن عن زمانها ومكانها، ثم تم إلغاؤها لاعتراض أمن الدولة، وكان ذلك في رئاسة الدكتور المراكبي للجماعة، فاسأله واسأل الشيخ حسن عبد الوهاب البنا والشيخ عادل السيد والشيخ علي حشيش وغيرهم. يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد منعوني من الذهاب إلى مدينة الباجور بعد الاتفاق على الندوات الدينية والإعلان عنه، ثم أقصيت عنه وجيء بالشيخ عبد المعبود حسن غفر الله له وكان غاليا مثلك، فمنعت أنا وأذن له هو، وسل مسؤول الدعوة بالجمعية الشرعية بالباجور يخبرك. يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد كنت ممنوعا من الذهاب إلى مركز الباجور وما وراءه، وهو أقرب المراكز جغرافيا إلى أشمون، في الوقت الذي يرتع فيه الإخوانيون والقطبيون والسروريون وغيرهم من الضلال الغلاة في أرجاء المحافظة كلها. فمن العميل إذن؟ المضيق عليه، الفار بدينه من الفتن، أم مسؤول الدعوات القطبية السرورية في المحافظة الذي كان ضابط الأمن المسؤول عنه يصرح بأنه في إصبعه كالخاتم، وبأنه يأتيه حتى بما لا يطلبه منه؟ واسأله وسيخبرك بالحقيقة إن كان من الصادقين، ولا أظنه، فهو كمثلك. يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وابني الحاصل على الشهادة العليا من أصول الدين بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف يمنع أمنيا من التعيين في وظيفة إمام وخطيب بالأوقاف مرتين متتاليتين مع إجازته علميا في اختبارات الوزارة، في الوقت الذي لم يمنع فيه الإخوانيون والقطبيون والسروريون والمنحرفون من التعيين؟ وكشف وزارة الأوقاف الموجه من ديوانها إلى مديرية الأوقاف بشبين القوم، وفيه أسماء من كان ممنوعا منعا أمنيا أيام النظام السابق. هذا الكشف منشورة صورته، وما أيسر أن تطلع عليها إن كنت من المنصفين، ولا أحسبه